السلام عليكم. الفيديو ده ان شاء الله اسمعوه للاخر عشان فيه نصايح كتيره لحاجات انا وقعت فيها، اغلاط وقعت فيها مع الارانب وخسرتني كتير قوي. فانتوا عشان انتوا ما تقعوش فيها، وازاي تاكلوا الارانب وازاي تتابعوا معاها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دلوقتي احنا امبارح حطينا القش. بصوا القش هم واكلين منه ياما اهو، واكلين منه ياما خالص. وطبعا كنت مجوعاهم علشان خاطر انا عندي حالة انتفاخ، فقلت اجوع عشان الانتفاخ يروح. عشان هو يعني التجويع ده بيخلي الارنب بيفضي كل اللي في بطنه وبطنه تنضف خالص. وطبعا القش حطيته علشان القش بينضف البطن برضه، وحطينا العسل برضه امبارح عشان تنظيف للبطن. وادي ايه ان شاء الله هحط لهم الاكل اهو، والحمد لله شكلهم كده بصحة جيدة. ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب. كل ما جوعتي كل ما كان الارنب بقى بصحة جيدة. كل ما تجوعي وتحطي ياكلوا الاكل مرة واحدة فيبقى صحتهم كويس. بياكلوا معاهم، حتى اللي تعبان فيهم بياكل. الحمد لله. هم يعني حاسه ان هم بقى كويسين. راح التاني ياكل هناك اهو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. طبعا حصل عندي حالات وفاة طبعا نفوق يعني من الأرانب، مش وفاة بشرية الحمد لله. بس طبعا الواحد بيتعلم من أخطاء عملها. أنا كنت بحط لهم أكل كتير، فالأكل الكتير قوي كان بيتعبهم جامد. أنا دلوقتي بدأت أخف في الأكل، ونوع العلف اللي انا بحطه حلو كويس. سوبر رابط ده كويس قوي. بس هو كوني ان انا كنت بقول لكم كنت مغيره، ما كنتش بجيب علف اصلا، وكنت بحط ذره وعيش وقشر فول وغده وحاجات كتيره من دي، فالدنيا باظت معايا. فانا بنصحكم يعني، لان انا حد نصحني النصيحه دي ان انا ما احطش الحاجات دي يعني ما وقفش العلف للارانب. بس انا ما سمعتش الكلام بصراحه. يعني في دكتور قال لابني بلاش تقطع العلف عن الارانب، وانا ما سمعتش الكلام وقطعت العلف خالص. فالدنيا باظت واتبهدلت معايا، الارانب كلها تعبت والدنيا الحمد لله. فانا دلوقتي لسه بستعيد نفسي تاني. جبت العلف وطبعا هو كان خساره جامده ليا، بس الحمد لله دلوقتي حاسه ان الارانب بترجع تاني، وربنا يبارك بقى في اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.